تخيل جبل من الذهب. مش مجرد تشبيه، جبل بجد. الراجل ده ثروته خلت أغنى أغنياء عصرنا يبانوا شحاتين جنب. ايه ده يا نهار ابيض؟ تصدقوا انه من كتر فلوسه لخبط ودمر اقتصاد العالم وهو معدي؟ حرفيا. مين هو؟ وازاي عمل كده؟ تعالوا نفتح الخريطة ونشوف الحكاية من أولها. تخيل ان اوروبا كلها في العصور الوسطى ما كانتش تعرف اي حاجه عن قلب افريقيا غير ان فيها ملك واحد بس ماسك في ايده كره ذهب كبيره هتجننهم كلهم. الرسمة دي تحديداً في الأطلس الكتالوني هي اللي قلبت العالم. الراجل اللي قاعد على عرش ذهب وماسك كورة ذهب ده هو بطل حكايتنا. دي مش مجرد رسمة على ورقة، دي كانت إمبراطورية مالي العظمى، المكان اللي الأرض فيه كانت بتطرح ذهب حرفياً. الناس كانت بتتكعبل في الذهب وهم ماشيين، حرفياً الذهب كان زي الطوب في الشارع ومحدش عارف يوديه فين. عشان ينقل الثروة دي كلها موسى قرر ياخد معاه دولة كاملة، 60,000 بني آدم بيجهزوا لرحلة حج مفيش حد عملها قبله ولا بعده. مش بس جنود، ده كان واخد معاه 12,000 خادم، كل واحد فيهم شايل سبيكة ذهب وزنها 2 كيلو، يعني ثروة ماشية على رجلين. وغير السبائك كان في 80 جمل، كل جمل شايل 130 كيلو تراب ذهب، بيوزعوا في الشارع على الفقراء كأنه بونبوني. بس الطريق لمصر ما كانش مفروش بالورد، دي الصحراء الكبرى، مقبرة القوافل، حر وعطش وعواصف رملية بتخفي الشمس أيام كاملة. وأخيراً وصلوا القاهرة. بس موسى ما كانش جاي سياحة يتفرج على الأهرامات، ده كان جاي يعمل زيارة هتقلب كيان السلطنة المملوكية كلها. ده كانت عادات مقابلة السلطان إن الضيف يبوس الأرض قدامه، لكن موسى رفض بشدة وقال جملته الشهيرة: أنا لا أسجد إلا لله. وبدل ما تحصل خناقة حصلت مفاجأة، موسى قرر يغرق القاهرة كلها ذهب، اشترى كل حاجة وأي حاجة ووزع هدايا خيالية على الكل. من كتر الذهب اللي غرق السوق قيمته رخصت والأسعار ضربت في السماء، الاقتصاد المصري انهار وحصل تضخم استمر 12 سنة بحالهم. من كتر الذهب والصرف القافلة فلست وهي راجعة. تخيل إن أغنى رجل في التاريخ الفلوس خلصت معاه في نص الصحراء. وعشان يكمل رجوع لبلده اضطر يستلف فلوس من التجار بفوائد عالية جدا، استلف نفس الذهب اللي هو وزعه عليهم ببلاش من شهر واحد بس. الرحلة دي ما كانتش مجانية، آلاف الجنود والخدم ماتوا في الصحراء من الجوع والعطش وهم راجعين، ذهب الدنيا كله ما قدرش ينقذهم. الذهب راح، بس موسى جاب معاه حاجة أهم، جاب معاه العقول، رجع بمهندسين وعلماء فلك وشعراء من القاهرة والأندلس. موسى رجع بلده، بس المرة دي قرر يستثمر في حاجة أغلى من الذهب. جاب معاه مهندسين وعلماء وبنى جامعة تمبكتو ومسجدها الشهير اللي لسه واقف لحد النهارده. وبنى مسجد جينج ريفير الشهير بتصميمه العبقري. المسجد ده مبني من الطين والخشب، ومع ذلك صمد أكتر من 700 سنة في وش الصحراء. وخلال سنين قليلة تمبكتو اتحولت لمركز العالم في العلم. كانت الكتب فيها أغلى سلعة، أغلى حتى من الذهب والملح اللي الإمبراطورية قايمة عليهم. الشهرة دي كانت نقمة، الرحلة لفتت نظر العالم كله لثروة مالي. الخريطة اللي اترسمت بسبب الذهب ده هي نفسها اللي جابت المستعمرين لأفريقيا بعدين. أخبار الذهب ما فيضلتش في مصر، التجار الإيطاليين نقلوا الحكاية للبندقية، ومنها لكل قصور ملوك أوروبا في ملك في الجنوب عنده جبال من الذهب. الخريطة دي كانت الشرارة اللي ولعت عصر الاستكشاف. ملوك أوروبا بعتوا أساطيلهم عشان يلاقوا مصدر الذهب ده، وبدل ما يزوروا موسى احتلوا القارة كلها. زي أي إمبراطورية في التاريخ، مال العظمى ما قدرتش تصمد للأبد. بعد موت موسى بدأت الخلافات والحروب، والرمال رجعت تبلع المدن اللي اتبنت بالذهب. وفي سنة 1337 مات منسى موسى، مات بعد ما خلى اسم مالي معروف في كل ركن في العالم، مات وساب وراه إرث محدش قدر يكرره. النهاردة لما بنقول أغنى رجل في العالم بيجي في بالنا أرقام زي 200 أو 300 مليار دولار، أرقام فلكية مش كده؟ بس موسى المؤرخين وصفوا ثروته بإنها مستحيلة الحصر. تقديرات النهاردة بتقول إن ثروته بعد حساب التضخم بتعدي 400 مليار دولار. في الآخر التاريخ علمنا إن الفلوس بتروح وتيجي وممكن تضيع في لحظة، بس العلامة اللي بتسيبها هي اللي بتفضل عايشة مئات السنين. ودلوقتي دورك انت، لو صحيت الصبح ولقيت معاك 400 مليار دولار هتعمل بيهم ايه؟ هتشتري جوزر وطيارات ولا هتعمل حاجة تخلد اسمك؟ اكتب لي في الكومنتات مين الشخصية التاريخية اللي عايزنا نحقق في ثروتها المرة الجاية، وما تنساش اللايك والفولو عشان الرحلة الجاية ما تفوتكش.